بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبيبي أنا طالب رسالة أولى، أخبارنا إيه؟ يا رب نكون بخير. معلش أنا صوتي بعافية حبتين، استحملوني، داخل زي ما دخل عليا كده بوادر برد كده، ربنا يشفيني ويشفي الجميع يا رب. مع إيه دخلت الشتاء دوت. ماشي يا شباب. النهارده هنتكلم مع بعضنا في فيديو كده مهم جدا على درس مهم جدا في المنطق اسمه القضية المنطقية. هنعمل لك الفيديو، هرجع لك فيه على السريع كده، ينزل لك بقى الفيديو على مرة مرتين ثلاثة بحيث تفهم كل جزئية لوحدها. بص يا عم، تعال نخش على الموضوع بسرعة عشان ما نضيعش وقتنا. اولا زي ما اتفقنا كلامنا على القضيه المنطقيه. طب يا مستر يعني ايه قضيه منطقيه؟ ايه تعريفها الاول؟ القضيه المنطقيه في المنطق بالظبط في العربي حاجه اسمها الجمله المفيده. ما انا عندي في العربي جمل مفيده، احنا خدنا خلاص الحدود المنطقيه، الفاظ بتديك جزء من المعنى، انما القضيه هي الالفاظ اللي بتديك معنى كامل اللي هي الجمله المفيده. طب السؤال بقى اللي بيطرح يستفاد دلوقتي، اي جمله في العربي اسمها قضيه؟ قال لك لا استنى، العربي عامه في نوعين من الجمل، في جمل خبريه وفي جمل انشائيه. طب الفرق بين الاثنين ايه يا عم شريف؟ الخبريه قال لك اللي فيها خبر. يعني ايه خبر؟ يعني فيها معنى، فيها حكم، فيها مبتدا وخبر. يقول لك حتى ادركم عليه بالصدق او بالكذب، عشان فيها مبتدا وفيها خبر، والخبر اللي هو المعنى بتاع الجمله اسمي الجمل خبريه. زي ايه مثلا؟ اقول لك احمد زويل مكتشف الفيمتو ثانيه. الخبر فين يا مستر؟ مكتشف الفيمتو ثانيه. طب دي صادقه ولا كاذبه؟ صادقه. شفت بقى ازاي؟ دي جمله فيها مبتدا وخبر يكون صادق او يكون كاذب، عشان كده اسمي الجمل خبريه. او المصريون يتسمون بالكرم. يتسمون بالكرم ده الخبر، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط. ازاي يا مستر؟ بص، لو قلت لك مثلا كل المصريون يتسمون بالكرم، لا دي كاذبه. طب قلت لك بعض المصريون يتسمون بالكرم، لا دي مالها صادقه. الشمس ساطعه. موضوعنا كان المبتدا بتاعنا كان الشمس، الخبر بتاعنا كان ساطعه. فالخبر ده ممكن يبقى صادق لو قلتها بالنهار صادق، قلتها بالليل كاذبة. على الناحية التانية في جمل إنشائية، لا ما فيهاش خبر ولا مبتدأ ولا خبر. خدتها معانا في العربي الأساليب الإنشائية. خدت زي أسلوب الأمر مثلا، أقول لك انتبه جيدا لدروسك. أسلوب زي أسلوب النهي، لا تهمل واجبك. أسلوب زي الاستفهام، من أول فيلسوف؟ كم الساعة الآن؟ التمني، ليتني كنت غنيا. فده برضو ما فيش فيه خبر. زي التعجب، ما اجمل القمر. دي كلها يا صاحبي اساليب انشائيه ما فيهاش خبر. طب ادي نوعين الجمل. طب القضيه انهي جمله فيهم بقى؟ قال لك ياخد المنطق بتاع الاحكام حتى بالعقل كده. يعني ايه عايز تقول يا عم شريف؟ عايز اقول لك ما دام الجمله الخبريه اللي فيها خبر فيها حكم يبقى ده مجال دراستي. يبقى القضيه ما هياش عبارات انشائيه ابدا، القضيه هي الجمله الخبريه. لما تبقى خبريه شرطها يكون فيها حكم. مش بيقول لك ان القضيه والحكم الاثنين دولت متلازمين. حكم اللي هو المعنى اللي انا بفهمه، انا فهمت ان زويل مكتشف الفيمتو ثانيه، اذا القضيه فيها معنى يعني فيها حكم. فالقضيه والحكم الاثنين مالهم؟ متلازمين زي ما قال لي سيادتك. طب يا مستر احنا بندرس القضيه ليه؟ قال لك يا راجل يا طيب بدرسها ليه؟ هقول لك انا الحسابين بسيط جدا. اولا هي وحده التفكير الاولى. يعني ايه التفكير الاولى؟ اقل كلام تقوله ويديك معنى كامل يا صاحبي. انت بتقول العرب احرار، كلمتين وفهمت العرب احرار ليها معنى. قال لك اتنين، خد بالك، ضروريه لدراسه الاستدلال. ايوه فاكر الاستدلال؟ فاكرين الاستدلال؟ والله ما فاكرينه. الانتقال من المعلوم للمجهول، جدع. الانتقال من مقدمات او اكثر الى نتيجه تلزم عنها. عشان تعمل استدلال لازم تكون دارس قضايا. ازاي يا عم شريف؟ اقول لك ازاي. ده الاستدلال اساسا بيتكون من مجموعه قضايا. بص ازاي، اقول لك مثلا العرب احرار والمصريون عرب، مقدمتين. تقوم ساعتها تستنتج ان المصريون احرار. انت كده عملت استدلال. اتكون بقى من ايه يا صاحبي الاستدلال دوت؟ من قضيه، اتنين، تلاتة. عشان كده قال لك انها من اهم مكونات ايه يا باشا؟ الاستدلال. تعال بقى لمكونات القضيه. اي قضيه بتتكون من ايه يا مستر؟ تعال اقول لك من ايه. بص يا باشا، هو قال لك قضيه تتكون من حدين، فهتت لك كده كره عنصريه. قال لك لا لا افهم، حدين حدين، لان بيتكون من ثلاث عناصر. ايه بقى اللخبطه ديت يا عم؟ والله ما لخبطه ولا حاجه، هبسطها لك. تعال نشوف المثال اللي عندك. قال لك الحديد معدن، الحديد يتمدد بالحراره. في الجملتين اللي عندك انا بتكلم على مين يا معلم؟ بتكلم على الحديد، صح الكلام؟ ادي الطرف الاول اللي عند سيادتك، ادي اول حد. الطرف الاول خد بالك سميناه موضوع، اللي هو بالعربي بيساوي المبتدا. طب ليه سمى موضوع؟ كل اسم في المنطق ليه سبب، عشان ده موضوع الحديث، ده اللي احنا بنخبر عنه، اللي احنا بنتكلم عنه.
اللي احنا بنتحدث عنه. انا بتكلم على الحديد، كنت فوق بتكلم على احمد زويل، ده اللي بتكلم عنه، صح كده؟ فاللي انا يا حبيبي بتكلم عنه يسمى موضوع، وده ما بيجيش غير اسم بس، لان المبتدا في العربي اسم بس. وخد بالك والنبي من جمله نخبر عنه دي، عشان ممكن في اختيارك بدل ما يقول لك موضوع او محمود نقول بقى نخبر به، نخبر عنه، بنتكلم عنه، بنتحدث عنه، اسمه موضوع. حلو. ماله بقى الحديد؟ قال لك مره انه معدن، مره بيتمدد بالحراره، ده الطرف الثاني، صح؟ يبقى ده طرف اول، ده الطرف الثاني. قال لك كده حتى والله الطرف الثاني اللي احنا بنخبر بيه سميناه محمول. طب ليه سمى محمول؟ عشان ده اللي شايل، ايوه ده اللي شايل الخبر، ده اللي بيحمل الصفه. انا حكمت على الحديد بانه معدن، الحكم متشال فين؟ في الكلمه الثانيه، عشان اسمى محمول. اللي بنخبر بيه يعني بنتكلم بيه، بنتحدث بيه، بنحكم بيه. ما ده بحكم عليه وده بحكم بيه. وعشان الخبر في العربي ممكن يقول لك اسم او جمله او شبه جمله، قال لك المحمول عندنا يجي لك اسم عادي، يجي لك صفة عادي، يجي لك فعل عادي. الطرف الأول موضوع بنخبر عنه، التاني محمول بنخبر به. سهل الموضوع، ادي العنصرين. طب ما خلاص كده مثلا لا استنى، مش خلاص مش خلاص، استنى هنا كده في النص كده، ايوه ما تستغربش، بين الموضوع والمحمول هنا كده في عنصر ثالث مهم جدا جدا جدا، مفيش قضية من غيره. بين الموضوع والمحمول هنا في عنصر ثالث كده اهو، ايوه اسمه الرابطة. مفيش قضية في الدنيا من غير رابطة، ما تنفعش. هنا في رابطه، اقول لك اه في رابطه، استنى بس. ما هو الرابطه دي دورها ايه يا حبيبي؟ تقول لك ايه العلاقه اللي بين الموضوع والمحمول، ودي نوعين في العربي. خد بالك كمان شويه هنسمي الجمله القضيه كلها باسم الرابطه دي، فدي مهمه جدا في فقال لك في المنطق في نوعين من الرابطه، في رابطه موجبه وفي رابطه سالبه. هتعمل كمان شويه قضيه موجبه وقضيه ايه سالبه. الرابطه دي مهمه، خد بالك. الموجبه بتتكسف، ما بتتكتبش في العربي، هي موجوده في كل اللغات، خد بالك. اللي هو فعل الكينونه، كلمه يكون، كلمه هو، ماشي يا باشا. ودي عشان كده بتبقى مستتره عندنا في العربي. طب ما بتكتبش ليه؟ عشان تبقى الجمله تقيله نفسها. تخيل كده معايا كده اما اقول لك الحديد يكون معدن، لا الجمله تقيله قوي ما تنفعش، فبنقول مكانها ايه؟ الحديد معدن على طول. وهناك كلمه يكون بس احنا شلناها لايه؟ للتخفيف، فيكون او هو دي الرابطه الموجبه ما بتتكتبش. اللغات الثانيه بتتكتب، في الانجليزي فيرب تو بي، يقول لك ايام ما تيتشر. في العربي اترجم ايه؟ انا مدرس على طول. فالموجبه ما بتتكتبش، موضوع محمول لازقين في بعضيهم، ادي الحديد وادي معدن. زي هنا كده، هنا كده في رابطه جدع، هنا في رابطه موجبه جدع. طب والسالبه هل بتتكسف؟ قال لك لا لا بتتكسف ايه؟ دي بجحه بقى ما شاء الله. ليه بقى؟ السالبه تقول لك احنا هنعمل انفصال، موجب عملت دوت اتصال، هنعمل انفصال بين موضوع ومحمول. و90% خد بالك ما قلتش 100%، 90% من الرابطه السالبه كلمه ليس، بس بشرط تكون ليس هنا بين الموضوع والمحمول، بين الاثنين. زي ما قلت لك مثلا الحديد ليس خشب، موضوعنا كان فين يا عم تيمور؟ قول ماشي الحديد. محمولنا فين يا شفيقه؟ ماشي خشب. طب وليس عملت ايه؟ قال لك فصلت، اتعملت في عينك اهي، فصلت بين موضوع ومحمول، فتكون ليس بين الاثنين، عشان كده سمت رابطه سالبه. ايه ده؟ هو ممكن ليس تيجي لك في قضيه ما تكونش بين الاثنين؟ اقول لك ممكن. وممكن يقول لك على فكره تيجي لك كلمه من الموضوع، كلمه من المحمول. هبسطها لك، اما يقول لك مثلا جمله زي اللي عندك كده، التخريب عمل ليس في صالح المجتمع. طالب متخلف يقول لك ايه؟ الموضوع تخريب عمل، المحمول في صالح المجتمع، تبقى القضيه بتاعتك سليمه. بقول لك يا راجل حرام على اهلك، في حاجه في الدنيا اسمها التخريب عمل؟ حبيبي انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على التخريب، ايوه ده اللي بتكلم عنه. ماله التخريب؟ عمل ليس في صالح المجتمع. يعني هل ليس هنا جاب بين الاثنين؟ لا، دي رابطه مالها يا مستر؟ رابطه موجبه جدع. يعني هنا في اتصال، مش اي ليس، ليس يكون بين موضوع ومحمول. طب ايه دي بقى يا مستر؟ ايه دي بقى لا ديت؟ هقول لك لا دي بقى ليها حكايه يا باشا. انا قلت 90% ليس، 10% لو جت لا بين برضه الكلام فين؟ بين موضوع ومحمول زي ما اتفقنا، ماشي؟ بس بشرط لو جت لو جه بعدها فعل مش اسم، ركز في دي، فعل مش اسم، الرابطه سالبه. ازاي يعني؟ تعال اقول لك. الدوافع لا يشعر بها الانسان. نيجي نقسم نقول ايه يا صاحبي؟
الدوافع موضوع يشعر بها الإنسان محمول، مش لا يشعر، لأن دي كلمة ودي كلمة. أصبحت لا هنا مالها رابطة سالبة ما دام ده كان إيه فعل. لكن لو اسم بقى لا، دي موجبة عادي. هقول الدوافع لا شعورية. تعال نقسم موضوع ومحمول. بص يا معلمين، الدوافع موضوع ولا شعورية على بعضها محمول. ايوه، عشان دي كلمة واحدة. فاكر جبتها منين؟ هفكرك. أم قلنا الحد الموجب والسالب تستخدم لا واللا وغير للتعبير عن الحد السالب، صح؟ ليس عملت ايه؟ ليس فصلت، ليس فصلت فوق اهو في الرابطة السالبة. لا تفصل بين موضوع محمول بس يكون بعديها فعل، فعل بعديها اسم، دي موجبة.